السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تاريخنا في كل مكان، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا حبايب قلبي. طلاب تالتة اعدادي، طبعا هنكمل معاكم سلسلة حل المحافظات، والنهارده تالت محافظة عندنا وهي محافظة الاسكندرية. حل حبايبنا الاسكندرانية. ركزوا معانا يا شباب كده وصلوا على النبي، ولازم قبل ما تسمع الفيديو تصلي على النبي. 2 تعمل اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس. حل نبدأ. أول حاجة جايب لي خريطة لأمريكا الجنوبية، بيكلمنا عن دائرة عرض موجودة هنا، ماشي؟ دي دائرة عرض مدار طبعا الجدي. 2 ده نهر ايه يا ولاد؟ ده نهر طبعا من أهم الأنهار في العالم، وهو نهر الايه؟ الأمازون، يقع في الإقليم الاستوائي. 3 عندي هضبة يقل بقى السكان. طبعا عندك هنا دي هضبة اسمها هضبة باتاجونيا، ودي اصغر هضاب امريكا مين؟ الجنوبيه. وعندك هضبه هنا اسمها هضبه البرازيل، بيتركز السكان فوقها في المدن ماشي الكبرى. وعندك هضبه فوق اسمها هضبه جيانا. يبقى جيانا والبرازيل باتاجونيا، بس هنا هو يقصد بمين؟ يقصد بهضبه باتاجونيا. جميل. بص يا شباب، يختفي حيوان الرنه من قارتين. اولا كده الرنه ده بيكون موجود في الاقليم ايه؟ بيكون موجود في اقليم التندرا. حلو. فاقليم التندرا مش موجود في قارات ايه؟ بص يا عم، التندرا موجود في اوروبا؟ موجود في اسيا؟ يبقى لا، انا عايز يختفي. حلو. افريقيا، التندرا مش موجود في افريقيا ولا موجود فين؟ في استراليا. يبقى دي الاجابه الصحيحه. نكمل. بص يا باشا معايا، بص يا جماعه معايا، اكتب كلمه صواب صح وغلط مع ذكر السبب في الايه؟ في الحالتين. يقل السكان في مدن لندن وباريس. يقل السكان في لندن وباريس، العباره خاطئه. ليه؟ قال لك لا، ده بيزداد السكان في لندن وايه؟ وباريس، لانهم من المدن الصناعيه الضخمه. ركز بقى معايا، او من المدن الكبرى يعني. بعد كده بما تفسر، تفقد انهار اوب وينس ولينا اهميتها في فصل الشتاء. ليه يا اولاد؟ لانها تتجمد في فصل الشتاء. وجود عدد كبير من الزنوج، هم الزنوج اصلهم في افريقيا، لقيناهم في الامريكتين. ايه السبب؟ قال لك بسبب هجرة او الهجرات القسرية التي كانت سائدة، منها هجرة الزنوج إلى الأمريكتين للعمل في مزارع القطن وقصب السكر وعندك التبغ. حلو، تعالوا نكمل. ما النتائج؟ ارتفاع صغار السن في الدول النامية. ده يؤدي لإيه؟ حضرتك مش شغال ونسبتك بتزيد في الدولة، بتحمل الدولة، بتبقى عالة على الدولة. يبقى هنا يا جماعة النتائج يؤدي إلى تحمل الدولة ميزانية ضخمة. ليه؟ لتوفير رعاية صحية وتعليمية، وعندك الملبس والغذاء. 2 تساوي عدد المواليد مع عدد الوفيات في قارة أوروبا. أصبحت الزيادة الطبيعية بتساوي يا عم السيد؟ أصبحت الزيادة الطبيعية تساوي 0، لأن الزيادة الطبيعية في أوروبا والزيادة المواليد في أوروبا 11 في الألف، وعندك الموافيات 11 برضو في الايه؟ في الألف. فالزيادة الطبيعية بتساوي 0، فالزيادة الطبيعية ثابتة. أصبحت الزيادة الطبيعية 0 ثابتة. اقتراب جبال الحاجز الكبير في استراليا من المحيط الايه؟ الهادي. اتفقنا يا عم السيد ان كلما اقتربت الجبال من الساحل اللي يحصل؟ ضيق السهول الساحليه في شرق مين؟ استراليا. مديني تعريفين. دولة جزرية هي التي، او الدولة التي تتكون من جزيرة او عدة جزر او جزء من جزيرة. طب قوة العمل هم عدد الافراد في سن
العمل أو القادرين عليه أو يبحثون عن عمل أو يعملون فعليا. جميل. الجغرافيا بتاعت محافظة الإسكندرية لذيذة جدا، مباشرة بشكل حلو قوي قوي كمان يعني. ماشي 5 كده وتعالى نكمل. قارن بين كل من سواحل اليابان يا ولاد والبحر المتوسط والكونغو من حيث كام حاجة؟ 3. من حيث الإقليم المناخي، هم موجودين في إقليم مناخي إيه؟ وموسم سقوط الأمطار وأهم الأشجار. نبدأ بالراحة كده بمين؟ بشمال اليابان. شمال اليابان مناخها مناخ لورانسي اللي هو المعتدل البارد شرق القارات. طب عندي البحر المتوسط طبعا مناخ بحر متوسط. طب عندي بالنسبه لحوض الكونغو، قال لك حوض الكونغو موجود عندي اقليم استوائي. ركز بقى معايا. نتكلم بعد كده عن موسم سقوط الامطار. اللورانسي اللي هو شرق القارات، شرق القارات يعني، حلو، امطاره طوال العام. طب بحر المتوسط امطاره في فصل الشتاء. طب الاستوائي امطاره امتى؟ قال لك امطاره برضو طوال العام. بالنسبه بقى للاهم الاشجار، اللورانسي في غابات مخروطيه، حلو، اهمها الصنوبر والشربين. بحر المتوسط اهم اشجاره الزيتون. استوائي عندي اهم اشجاره المطاط والماهوجني. وريح دقيقه وتعالى نكمل التاريخ. ماشي، هنكمل معاك يا حبيبي بالتاريخ دلوقتي. ركز بقى في اول سؤال. اختر. تدخل السلطان سليم الاول، ماشي، او تمكن السلطان سليم الاول من الانتصار على الصفويين في معركه ايه؟ جلديران 1900 او 1514. ظهر دور انجلترا لاول مره في مقاومه وجود الحمله الفرنسيه. امتى يا اولاد؟ لما هزموا الفرنسيين في معركه ايه؟ معركه ابي قير البحريه. بعد ثوره الشعب المصري 1804 اقترح محمد علي عشان يبين لهم ان هو مش طمعان في الحكم، يقترح عليهم توليه مين؟ خورشيد باشا. 4. انضمت مصر لعصبة الأمم بعد إيه؟ بعد طبعا معاهدة 36 باعتبارها دولة مستقلة. بص يا عم نكمل. اكتب كلمة صواب صح وغلط يعني مع ذكر السبب في الحالتين. كانت طبقة المماليك تمثل فئة الحكام في عهد كل من الدولة العثمانية ومحمد علي. طبعا غلط. ليه؟ لأن أيام الدولة العثمانية كانوا هم حكام الأقاليم. أما في عهد محمد علي انتهى نفوذ المماليك وحل محلهم أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية. ما النتائج المترتبة على مظاهرة عابدين 81؟ ده ادى ليه يا ولاد؟ اضطر الخديوي إلى الموافقة على مطالب مين؟ مطالب الشعب. وعزل مين يا ولاد؟ عزل رياض باشا. وتعيين مين؟ شريف باشا. عزل وزارة رياض وتعيين مين؟ وتعيين شريف باشا. 2. ضم محمد علي السودان، ادى ذلك الى وصول، ما تنساش بس ان حروب السودان دي كانت باوامر او بناء على رغبه محمد علي، وصول ماشي نفوذ مصر الى جنوب السودان. حل. بالاضافه لايه بقى؟ بناء مدينه الخرطوم واكتشاف منابع مين؟ النيل. بيقول لك في عهد من حكام مصر، يعني احنا عايزين نشوف الحدث ده حصل في انهي ماشي مرحله من حكام مصر. ارسال انجلترا حمله فريزر كان ده في عهد محمد علي جده.
فتح باب الترقي امام الضباط المصريين كان مين؟ كان سعيد باشا. تولى محمد فريد رئاسة الحزب الوطني في عهد عباس حلمي الثاني. حصار الدبابات لقصر عابدين 42 ده في عهد مين؟ الملك فاروق. تعالى بقى عند سؤال ما العلاقة. بيقول ايه؟ ان الحملة الفرنسية لها علاقة باكتشاف تاريخ مين؟ مصر. ليه بقى؟ كان من نتائج الحملة الفرنسية اكتشاف حجر ايه؟ الرشيد، الذي كان له دور في اكتشاف تاريخ مصر القديم وفك رموز الكتابة المصرية القديمة. قناة السويس والأزمة المالية، علاقة الاتنين ببعض؟ إن يا أولاد افتتاح قناة السويس قام إسماعيل يبدأ يدعي بقى فرحة قناة السويس النهاردة، حلو، يعمل شوية حفلات يدعو بها ملوك أوروبا. يدعو بها ملوك أوروبا ليه؟ قال لك يا باشا علشان تمام كده يحضروها. بص وأنفق عليها ببذخ مما أدى إلى زيادة الأزمة المالية. جميل. كان فرحان يا مستر بافتتاح قناة السويس. اوعى ما تجيش وتقول اسماعيل ما عزمنيش، الفرحة المنتظرة فرحة الفراعنة. اوعى ما تجيش وتقول اسماعيل باشا ما عزمنيش. حلوة دي. خلاص بقى مرة تانية في محافظة تانية. السؤال بعد كده، ماذا كان أحدث يا أولاد لو لم يصدر السلطان العثماني منشور بعصيان عرابي؟ عدم هزيمة العرابيين، حلو، في التل الكبير. ايه تاني؟ ممكن نقول ايه؟ نجاح الثورة العرابية، عدم انخفاض الروح المعنوية لدى مين؟ انخفاض الروح المعنوية لدى العرابيين. ما رأيك موقف الشعب المصري من لجنة منر؟ هو الشعب المصري رفض يتفاوض مع لجنة مين؟ منر، لأنه كده بيتنازل عن الوكالة اللي أعطاها لمين؟ لسعد زغلول. يبقى ده على وعيه، لأن تفاوض الشعب مع منر يؤدي إلى تنازل الشعب عن الوكالة اللي أعطاها لمين يا ولاد؟ للوفد. ويبقى كده محافظة الإسكندرية خلصت. ماشي، إن شاء الله نستناكم في محافظة جديدة اللي هي المحافظة رقم 4. ماشي، لو محتاجين أي مراجعة على أي جزئية في المنهج اطلبوا مننا في الكومنتات وإحنا مش هنتأخر عليكم. سلام.